استعملتوا الغش عشان تسجلون علينا، بس ما راح أخليكم تعيدونها. شباب سجلنا الهدف الأول، الحين لازم نسجل الثاني، بنستخدم نفس الطريقة، بس هالمرة روح أنت يا تاليسكا تلهي الحكم. ما كنت متخيل انهم بيلعبون بهالطريقة، بس مستحيل تفوزون علينا حتى لو خليتوا الحكم يلعب معاكم. تاليسكا يلا ننفذ خطتنا. حكم تعال ابي اقول لك شيء. صدقني ما في مثل ضيافة الرياض، وتراك ضيف علينا، ليش ما تجي بعد المباراة وتاكل برياني رهيب؟ والله ما لمستك يا بكاية، قوم العب زي الرجال. واضح انك تبي تعيد نفس حركة الهدف الأول. يا حكم شوف يا حكم، ضربة جزاء ثانية. وش فيك يا حكم؟ ليش تطالع فيني بهالطريقة؟ تراكم زودتوها مرة، المرة الأولى عطيتكم بلنتي، بس لا تفلونها زيادة. مو مشكلة، الحين النتيجة تعادل، يعني بس نسجل هدف ونفوز على الهلال لأول مرة. خلص وقت المزاح، الحين لازم نسجل قبل ما تنتهي المباراة. يلا يا شباب سجلوا الأهداف بسرعة. وأنتم يا عيال أبيكم تسوون لايك واشتراك بعد. يلا نوصل هذا الفيديو ل2000 لايك، وهدفنا إن شاء الله الشهر الجاي نوصل 70,000 مشترك. أنتم قدها يا عيال. يا شباب امسكوا لودي لا تخلونه يمر. ما شاء الله على لودي، صار لاعب مختلف تماما. ما كنت أعرف إنهم متخاذلين، ليش دايم ألعب مع لاعبين ضعاف؟ إيه أنت؟ مين تقصد بالمتخاذلين؟ كلكم، أنا الوحيد اللي بعرف ألعب فيكم. كنت أحسب المشكلة في لاعبي فريقي بس، لكن المشكلة فيكم بعد. أحس لو لعبت لوحدي بقدم مستوى أفضل، عشان تعرفون إني أفضل منكم. شوفوا أنا الوحيد اللي سجلت هدف. من جدك يا منتهي؟ سجلت بلنتي مو صحيح أصلاً. وش بتقول؟ أنا منتهي. الحين بتعرف مين هو المنتهي الحقيقي. توقفوا يا عيال، احنا فريق واحد، فشلتونا قدام الهلال، يكفي يا شباب. كم باقي يا حكم على نهاية المباراة؟ باقي أقل من 10 دقائق. الأفضل تنهي المباراة يا حكم، الفريق يتهاوش مع بعض وواضح إنهم بيخسرون. عمرك ما راح تقدر تفوز علينا يا رونالدو.